السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع ملك الأجهزة وفيديو جديد لفرن الحشاش الميني بعد التحديث. بعد التحديث عملنا لون جديد، لون مميز جدا اسمه الملكي النحاسي، حاجة كده شبه الجرانيت الرخام اللي احنا كنا منزلينه قبل كده، الرمادي اللي احنا نزلنا له كذا فيديو ليه. طبعا عملنا اللون النحاسي برضو بناء على طلب بعض الناس، عايزة لون يمشي مع المطبخ أو الديكور أو نفسهم حاجة غير الرمادي، كله طبعا للذوق بتاعي. ولكن عملنا حاجه جديده للناس اللي ما عندهاش مكان على الرخامه. الفرن عباره عن جزئين، الجزء اللي فوق ده الفرن اللي كنا نزلناه قبل كده، نفس الكلام ده ليه كعب صغير، طبعا هنصوره هيبقى واضح، بيتحط على الرخامه. اما الجزء اللي تحت القاعده المنفصله. الفرن ارتفاعه زي ما اتكلمنا قبل كده، نقول برضو ابعاده تاني، بيبقى 60 في عمق 45 في ارتفاع 60، هو 57 بالظبط بس بنقول عليه الارتفاع 60. اما القاعده دي لوحدها ارتفاعها 80 سم بدون العجل، لو عايزها بالعجل هترتفع 5 سم كمان. فعشان برضو الناس اللي بتحطها تحت مكان عندها في المطبخ او اي مكان يبقى عارف الابعاد كلها. قلنا الابعاد، قلنا التحديث بتاعنا، الفرن مطعم بالاستانلس الجديد، وكمان دي مش للديكور بس عشان اللوجو بتاعي، لا، الستانلس ده حمايه للمرايه او للجزء اللي هنا اللي هو اللي اسمه المرايه. النار لما بتزيد الحتت ديت بتسود والناس تشتكي منها، فانا عامل لك عليها زي ما بيقولوا كده شفه ستانلس او جزء من الستانلس، طبعا ده يعني متغلفه من جوه، تدي حمايه للفرن وما يحصلوش اي حاجه للمرايه، وفي نفس الوقت مدي منظر جميل تقدر تستخدمه. الفرن الميني مع محمود عباس، دعواتكم لينا وتعليقاتكم الجميله مستنيها، ويا ريت كل واحد بيتابعني من اي محافظه يقول له هو بيتابعني منين. الحمد لله احنا بنشحن لكل المحافظات، وبنشحن للسعوديه، بنشحن لقطر، بنشحن للاردن، للبنان، للعراق، لكل الدول العربيه. طبعا ده كله بيبقى شحن بري، اما اللي عايز شحن لدول اوروبيه بنقدر نشحن مع شركات شحن طيران على طول جوي، بيوصل كمان اسرع بس بيبقى مكلف شويه. تابعني وقول لي حضرتك بتتابعني منين، ابعت لي اي تفصيل على الواتساب على الرقم بتاعي. لو انت مش عايز تكلمني او محرج تكلمني ابعت لي على الواتساب، بنحجز من على الواتساب، بنبعت لاي محافظه ولاي مكان ان شاء الله. تعال نشوف الفرن الميني معاه هدايا ايه نازله من محمود عباس ملك الاجهزه، ونشوف الاصدار الجديد لفرن الحشاش. اول حاجه يا جماعه هنصور الفرن بتاعنا بالابعاد كلها. ادي الوش بتاع الفرن، الاتنين مفتاح، نار من فوق ونار من تحت. ادي الجنب بتاعه عشان يبقى ظاهر برضو على القاعده. الفرن بيتشال لو احنا استخدمنا القاعده بيبات جوه القاعده. ادي منظره اهو، ده الكعب بتاعه بيبات جوه القاعده، بيبات على الحديد اللي جوه ده عشان يفضل ثابت. طبعا السيريال نمبر بتاعه شغلنا شغل اصلي، دهان درجه اولى، مقابض، كل الشغل بتاعنا حاجه محترمه. هنفتح كده الفرن اول حاجه ونشوف فرن الحشاش بكل المشاهد. هنشيل طبعا الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه طبعا الفرن بلاطه مينا، مرايه من كل الاتجاهات، حاجه طبعا محترمه. ادي الشعله اللي فوق عشان يبقى ظاهر معانا. الشعله اللي فوق دي شعله طبعا بنولعها من اليمين ومن الشمال، هنا بتفرش على اليمين والشمال. وطبعا الدوران اللي باين في الفيديو بيخلي لك النار تنزل على الجناب، بحيث ان احنا بنعمل عيش، بنعمل صواني، بنعمل كذا حاجه تظهر معانا وتتحمر. انا نزلت كذا فيديو ليه العملاء بتاعتنا مصورينه، نزلتهم على التيك توك. لو انت دخلت على التيك توك وكتبت ملك الاجهزه هيظهر لك فيديوهات كتير ليه، في ناس عامله كيك وناس عامله تقريبا صينيه مكرونه بشاميل، وكمان ناس خبز عيش فيه. كذا فيديو، حوالي 4 5 فيديوهات نزلتهم، حاجه الصراحه ما شاء الله، حاجه تفرح وحاجه ممتازه. طبعا بنولع من الماسوره هنا، نفتح الغاز ونولع، بس نقرب بس، مش لازم حتى تخش جوه باذن الله تولع. وباذن الله انا هجيب ان شاء الله ولعات، وهنبعت هدايا كمان مع الافران بتاعتنا. طبعا اي فرن من الافران الحشاش بينزل معاه حاجه اساسيه، وهو الكتالوج بتاع الحشاش اللي بيبقى فيه اللاكور جوه. طبعا اللاكور بيبقى موجود هنا، وطبعا موجود السيخ الحديد، ده الاساس اللي بينزل مع اي فرن. اي فرن في افران الحشاش بينزل الحاجات دي معاها. انا طبعا بطلع من عندي هدايا مع اغلب الافران، ساعات ببقى عامل عرض مطار هديه، ساعات ببقى عامل العجل هديه مع الافران. اما البيبي ده انا بالنسبه لي غالي على قلبي، فانا بعمل حاجه مميزه جدا، هدايا
مع الفرن. اول حاجه طبعا المطرحه الخشب، تاني حاجه مطرحه حديد عشان العيش، حاجه كده معموله مخصوص. طب وتالت حاجه ببعت لك رف. الناس اللي كانت عايزه التصميم القديم اللي انا لغيته، لا التصميم الجديد ممكن نستخدم رف صغير اهو. نشيل السيخ الحديد ونشيل ادي الكتالوج بتاعنا ونحط الرف. طب الرف ده ليه لازمه؟ اه طبعا ليه لازمه. الحاجات دي انا بعملها بره كمان المصنع، الحاجات دي انا كمان بجيبها وببيعها، وكمان انا بجيبها ساعات هدايا للعملاء بتاعتنا. طب ميزته ايه الرف؟ ميزه الرف طبعا ليه ميزه مهمه جدا، اللي هو انا عندي صينيه زي كده، ده طبعا طاجن المونيا، ده بيتباع بره الحساب، ده بيبقى عامل 300 جنيه 30 في 30. اول حاجه ممكن ابعده عن البلاطه، مش عايز البلاطه تاثر على الحراره بتاعته، تكون الحاجه استوت، وعايز اقربه من الشوايه. طبعا دي ميزه ممتازه جدا، هتحمر لك الحاجه في ثواني مش في دقائق، في ثواني. وممكن كمان لو انا عندي صينيتين هقدر استغله، هحط طاجن من تحت واحط الطاجن التاني فوق. فدي حاجه طبعا ممتازه جدا. فالرف مش هقول لك ملوش لازمه، لا ليه لازمه طبعا مهمه جدا. انا بالنسبه لي مش هكلفك ومش هتدفعك اللي هو الرف في العاده انا ببيعه ب 250 والمطارح الاثنين ب 250، فانا موفر لك 500 جنيه هدايا طالعه مع الفرن طبعا لحضراتكم. طب انت مش عايز طاجن، عايز مثلا صينيه مع الفرن، تعال نشوف الصينيه. ده شكل الصينيه، دي مساحتها 30 في 40، داخله اهي مرتاحه. الباب نقدر نقفله، وكمان اثناء الاستخدام الباب بيبقى موارب، بنحط السيخ الحديد ونسيب في الجنب ونسيب الباب موارب 5 سم 3 سم، يدي تهويه وفي نفس الوقت ما يطفيش مننا طبعا. وبنبعت هدايا معطرات وحاجات كده بسيطه بنبعتها للناس عشان الناس تفضل فاكرانا حتى وهي في اي مكان. الحاجات دي بنبعتها هدايا اعلان لينا طبعا، وبنبعتها عشان الناس تتبسط مننا. فالفرن الميني بيطلع مع السيخ الحديد والنافوره الانبوبه والمطارح الخشب والحديد ورف متحرك، ده من ملك الاجهزه. والحاجات دي بتنزل هدايا على الفرن الميني بس، فما حدش يطلبها مع الافران الثانيه. الافران الثانيه ليها اسعارها ولها اضافاتها. فده كده يا جماعه انا وضحت لكم كل حاجه. شكل الفرن الميني معاه الهدايا بتاعته اللي هو اللي احنا قلنا عليها. اما اضافات تانية كخرطوم انبوبه لو انت عايز ممكن ابعت لك، عايز صينيه اللي هي الالومنيا الصاج او عايز الطاجن متاح ان شاء الله. وضحنا كل حاجه. طريقه التشغيل بنشغله اول مره ربع ساعه فاضي، بنبقى الباب مفتوح وبعد كده بنستخدمه. واي تعليق او اي اضافات انتوا عايزينها تبعتوها لي او استفسار ابعت لي على الواتساب 01025 68 60، يوصل لك ان شاء الله فرن الحشاش في اي مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.